مرحبا بكم. اليوم موعدنا مع أولى حلقات ارفع وعيك في 10 أيام. هنتكلم اليوم عن مفهوم الوعي بوجه عام وهناخد تمرين بسيط. السؤال: يعني ايه وعي؟ تعرف ايه عن الوعي؟ ايه هو مفهوم الوعي؟ انا مش هجاوبك على السؤال ده دلوقتي، لكن هنعمل تجربة بسيطة وبعدها هنستنبط يعني ايه وعي. دلوقتي عاوز منك توقف الفيديو وتروح تعمل مشروب ساخن، أي نوع من المشروب، سواء قهوة، شاي، أو أي مشروب أنت بتفضله، وتجيب الكوباية وتيجي تكمل التمرين. بعد أن أحضرت الكوب للمشروب الساخن، عايزك دلوقتي تتفحص الكوب، تبص عليه كويس، تشوف الجوانب الموجودة فيه، تشوف شكل الكوب. إن كان لونه أبيض تحاول تلاحظ انعكاس المشروب على جدار الكوب، وتحاول تنظر كويس للون الكوب وشكله وتتفحصه، وتشوف المشروب داخل الكوب وكيف التناسق بين الكوب وبين المشروب. رقم 1. بعد كده ترفع الكوب وتحاول تخلي ايدك تحس ملمس الكوب ووزنه وكمان درجة حرارته. ترفع الكوب باتجاه الأنف وتحاول إنك تشم رائحة المشروب اللي أنت ضايفه، وتشوف هل الرائحة قوية، هل الرائحة منفرة، هل الرائحة جميلة، هل الرائحة خفيفة. وأنت ماسك الكوب حاول تشعر بالحرارة الموجودة، الحرارة مزعجة، دفى، تقدر تمسكها كويس. ملمس الكوب نفسه ناعم، خفيف، تقيل. كمان ابدأ اشعر بالبخار الخارج من المشروب، اشعر بيه على وجهك لو قدرت انك شوفه. لاحظ دلوقتي رغبتك في انك تشرب المشروب، سواء شاي او قهوة او ايا كان. رغبتك هل هي رغبة ملحة؟ هل انت حاسس بعطش لدرجة انك حابب ان انت تشرب المشروب؟ ثم ابدأ ضع الكوب على فمك وتحسس لمس جدار الكوب للفم. ثم ابدأ ببساطة ارفع الكوب، خد رشفة بسيطة. الآن تأمل طعم المشروب في فمك، كيف طعمه، كيف حرارته. ثم ابدأ ابلع المشروب. تأمل المشروب وهو بدأ ينزل من الحلق اتجاه المعدة، حاول ان انت تحس بيه. تأمل المشروب وهو بدأ ينزل من الحلق اتجاه المعدة، حاول ان انت تحس بيه، واشعر بالرضا والمتعة وقت ارتشاف هذا المشروب. الآن أنت مارست شرب هذا المشروب، ولكن بوعي، بتجربة مختلفة. قدرت فيها إن أنت تكون واعي بتفاصيل كتيرة أنت مكنتش بتاخد بالك منها. شغلت فيها حواسك: اللمس، الشم، البصر، التذوق، وكنت واعي حتى بالرشفة الصغيرة للمشروب. قدرت تاخد بالك من تفاصيل انت ما اخدتش بالك منها قبل كده، او انت كنت غافل عنها، رغم ان انت بتمارس التجربة دي كل يوم، ممكن اكثر من مرة او مرتين، لكن انت بتمارسها وانت منشغل، وانت في الاوتو بايلوت، مش مركز ومش واعي. هو ده حالك مع تفاصيل كتير موجودة حواليك مش بتاخد بالك منها.
بتمارسها لكن بدون وعي. واعي بالآن ومتيقظ بما تفعله، وهذا ما نسميه الوعي بالحاضر، الإدراك لكل شيء حولك، إنك تستمتع بلحظة الآن، إنك تعرف إنك موجود الآن، إنك تمنع أي تشتت خارجي، تمنع عقلك من إنه يسرح بعيد عن الحاضر، عن الوضع اللي إنت فيه، إنه يسرح في الماضي أو في المستقبل، أو إن الأفكار تبتدي تهاجمك من كل جانب. إنك تعيش بوعيك، إنك تعيش بحاضرك، إنك تعيش الآن، اللحظة الراهنة. أنا وعدتك في بداية الفيديو إن هخليك تستنبط معنى الوعي. دلوقتي من خلال التجربة نقدر نقول الوعي هو الانتباه بحواسك إلى اللحظة الراهنة، إلى التجربة التي تمر بها الآن في الوقت الحاضر، بدون إصدار أي أحكام. هذا جيد، هذا حسن، هذا سيء، هذا أحبه، هذا أكرهه، بدون ما تصدر أي أحكام. بتخوض التجربة بحواسك وبس. الوعي إنك تتخلى عن الأحكام، إنك تستخدم الحواس اللي ربنا أعطاها لك واللي أنت غافل عنها في عيش اللحظة بدون ما تصدر أحكام تلقائية. الآن أدعوك إلى ممارسة التجربة مرة أخرى بوعي أكثر. ممكن تغير المشروب، ممكن كمان تستخدم قطعة من التمر أو من الشوكولاتة أو من الزبيب، تبتدي تضعها في فمك، تتعرف على شكلها أولا، ملمسها، وبعدين تبدأ تحس طعمها وتتذوقه كأنك تتذوقه للمرة الأولى. تحس إزاي بيدوب في الفم وإزاي بيبدأ الفم يهضمها. عيش اللحظة واستمتع بالأشياء. تحياتي، انتظروني غدا مع تمرين جديد في الوعي.